كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مرة بطوط جميل أرنوب عسول اسمه بطوتي، كان عايش في الغابة مع بابا ومامته. عايش في غابة جميلة كبيرة مليانة أشجار كتيرة لونها أخضر فاتح وأخضر غامق، والغابة مليانة أنواع جزر جميلة، منها الموف ومنها الأبيض ومنها الأسود. ففي يوم بطوطي جعان وعمال يعيط ويقول لباباه: يا بابا يا بابا، أنا جعان أنا جعان، أنا عايز أكل الجزر البرتقاني اللي أنا متعود عليه. يا بطوطي مفيش هنا جزر برتقاني، الغابة ما فيهاش إلا الجزر الموف والأصفر والأبيض. لازم تجرب حاجة جديدة يا بطوطي، هتفضل تاكل الجزر البرتقاني وبس؟ لازم تجرب حاجة جديدة. ومادام أنا بقولك إن هم حلوين وأنا معاك، خلاص متقلقش، خود التجربة، خود المغامرة وجرب حاجة جديدة. لا يا بابا لا يا بابا، ما بحبش أجرب حاجة جديدة، أنا عايز الجزر البرتقاني اللي أنا متعود عليه. وفضل يعيط 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 لغاية ما نام يا عيني من كتر العياط. صبح الصبح حاطط ايده على بطنه: يا بطني أنا جعان، بطني وجعني من كتر الجوع، أنا جعان. في ساعتها عدت نملة وكانت شايلة على راسها بذرة أكبر منها. راح قايل لها بطوطي: يا نملة ايه يا نملة، ازاي انت شايلة البذرة الكبيرة دي أكبر منك، ممكن توقعك وممكن تقع منك. قامت رد النملة وقايلة: ما تخافش يا بطوتي، مش هتقع مني ومش هتوقعني، حتى لو وقعت مني او وقعتني انا كفاية عليا ان انا حاولت ودخلت المغامرة وجربت حاجة جديدة. وبعدين انا لو ما دخلتش المغامرة وجربت حاجة جديدة انا مش هعرف اوصل البذرة دي لبيتي. بس انا خايف عليكي قوي يا نملة. ما تخافش عليا يا بطوتي. قعد بطوطي يفكر ويفكر ويفكر في كلام النملة وقال ايه: انا كمان عايز اجرب حاجة جديدة واسمع كلام النملة واسمع كلام بابا، اجرب اكل الجزر الموف والابيض والاصفر. ما عشان انا جعان ومش قادر هجرب، هغمض عيني واقطم قطمة من الجزر الموف. غمض عينه الأرنوب بطوطي وقطم قطمة من الجزر الموف ولقاه جميل 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 قوي جميل قوي، ده أحلى من الجزر البرتقاني اللي أنا متعود عليه، أنا هجرب الجزر الأصفر كمان والجزر الأبيض. وقام غمض عينه وخد قطمة من الجزر الأصفر وقال: الله الله الله، ده كمان جميل قوي جميل قوي واحلى كمان من الموف، حلو قوي حلو قوي حلو قوي، انا هجرب كمان الابيض. قام غمض عينه وخد قطمة برضو من الجزر الابيض وقال: الله الله الله، ده مسكر ومقرمش وجميل، الجزر الموف والابيض والاصفر التلاتة حلوين واحلى من الجزر البرتقاني اللي انا متعود عليه. الحمد لله انا دخلت المغامرة ومبسوطة عشان دخلت المغامرة وجربت حاجة جديدة، وهروح اقول لبابا: بابا 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 بابا. ايه يا بطوطي مالك جاي تجري كده ليه؟ انا يا بابا جربت يا بابا حاجة جديدة ودخلت المغامرة يا بابا، كلت الجزر الموف والجزر الابيض والجزر الاصفر يا بابا. برافو عليك برافو عليك يا بطوطي، برافو عليك شاطر، برافو عليك. انا فرحان يا بابا، انا راح اقول للنملة. قعد يجري يجري يلحق النملة قبل ما تروح بيتها. لحق النملة: يا نملة يا نملة، أنا خدت التجربة زيك يا نملة وكلت حاجات جديدة، كلت الجزر الجديد اللي لونه موف وأبيض وأصفر وطلع طعمه أحلى من البرتقاني اللي أنا متعود عليه، أنا فرحان أوي 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 يا نملة. برافو عليك يا بطوتي. برافو عليك، ايوه كده لازم ناخد التجربه ونجرب حاجه جديده، مادام بابا معانا وماما معانا خلاص يبقى احنا لازم نجرب حاجه جديده.
أنا فرحان عشان جربت حاجات جديدة، أنا مبسوط، أنا فرحان. وبكده يا ولاد الحدوتة خلصت، وانا لازم اعرفكم يا حلوين ان احنا لازم نبقى عندنا روح المغامرة، لازم نجرب حاجة جديدة، ما نفضلش على حاجة واحدة ما نغيرهاش عشان خايفين نجرب حاجة جديدة. لازم يبقى عندنا روح المغامرة وان احنا نجرب حاجة جديدة، بشرط ان بابا وماما يكونوا معانا عشان مفيش حاجة تبقى خطر علينا. وتوتة توتة في راية الحدوتة، واشوفكم ان شاء الله الحدوتة الجاية مع ماما تونا.